تعالوا بقى هنا يا بنات هقول لكم على طريقة بلح الشام بدون بيض، بدون زيت، بدون زبدة. بجد طالع معايا مقرمش جدا وخطير خطير خطير. وصفة هتحبيها وهتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها لأولادك. الكيلو بره ب120 جنيه، ما انا اقدر اعمله في البيت بشوية حاجات كلها من البيت. يعني مش هتكلفي نفسك اكتر من 10 12 جنيه، وهتعملي اكبر طبق بلح الشام هتاكلي في حياتك. والطعم بقى ايه ما اقولكوش حاجة كده هوت سبيشيال. هنا هوت اول حاجة هنا هوت معايا 3 كوبايات من الدقيق، هننزل عليهم ب3 معالق من النشا. يعني كل كوباية من الدقيق هتاخد معلقة من النشا، بس مش هتكون معلقة هرمية، هتكون معلقة كبيرة بس مش هرمية قوي. هنبتدي كده ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعضيهم. هنركنهم بقى كده على جنب خالص. وبعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا عشان نعمل فيها المية. هنزل ان هو بكوباية ونص من المية. طب المية دي لونها فاتح كده ليه؟ عشان جه عليها شوية نشا، مش مشكلة يعني. وبعد كده هننزل برشة كده من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر. السكر بتاعنا سكر عادي خالص مش سكر بودرة. هنبتدي ان احنا نرفعها على النار، واول ما تبتدي تغلي معانا بالطريقة دي هننزل على طول بالدقيق والنشا اللي احنا حضرناه مع بعض. اول ما هتديني القوام ده والنشا والدقيق والميه يندمجوا كده مع بعضيهم، هننزل بيهم على الرخام على طول وهم سخنين كده مولعين. هبتدي بقى بايدك، معلش انا عارفه ان هي سخنه جدا بس معلش يا حبيبه قلبي استحملي. هنبتدي كده بالنشابه بقى او بايدك، عايزين نقوم ان احنا نبردهم، لانك انت هتلاقي كده كلاكيع كده من الدقيق. بس كل ما انت ما هتعجني فيهم الكلاكيع دي هتروح خالص، وهتبقى العجينه معاكي حلوه جدا وسلسه كده وزي الفل. انا بحب القمع ده جدا في بلح الشام، بيخلي لي كده الرسمه بتاعت بلح الشام ظاهره، اللي هي الاف 37. هنا بقى هنجيب الطاسه بتاعتنا على النار، هنحط فيها شويه زيت كده محترمين. بس اهم حاجه بس بالله عليكي بعدي عن زيت التومين ده خالص. وبعد كده هنبتدي بقى نمسك بلح الشام بتاعنا ونقطع فيه بالطريقه دي. انتي بقى التقطيعه اللي تعجبك، عايزاه ميني بلح الشام زي ما انا ما عايزاه ما عاملاه، عايزاه يكون كبير شويه. التقطيعه ديت حريه شخصيه ليكي انتي. طب انا ما عنديش مقص اعمل ايه؟ ولا يهمك اي حاجه خالص، بايديكي كده وقطعيه. احنا العجينه بتاعتنا طالعه اللهم بارك زي العسل. طيب الشربات بقى اللي احنا عاملينه ورا عملتيه ازاي؟ عملت كيلو من السكر وحطيت عليه نص كيلو من الميه. يعني لو 4 كوبايات من السكر هتنزلي بكوبايتين من الميه، وهيبتدوا يغلوا. بعد كده نحط كده عصرة ليمونة او سنة ملح ليمون، وهيغلوا كمان 5 دقايق.